وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس انتقادا لاذعا للمؤسسات الإدارية والنخبة السياسية في المغرب. وقال في خطاب بمناسبة الذكرى 18 لتوليه الحكم إن تراجع الأحزاب السياسية وممثليها عن القيام بدورها زاد من تأزيم الأوضاع ودفع القوات الأمنية لمواجهة المواطنين، في إشارة إلى ما شهدته مدينة الحسيمة أخيرا. إن تراجع الأحزاب السياسية وممثليها عن القيام بدورها عن قصد وسبق إصرار أحيانا ويسبب انعدام المصداقية والغيرة الوطنية أحيانا أخرى قد زاد من تأزيم الأوضاع. وأمام هذا الفراغ المؤسف والخطير وجدت القوات العمومية نفسها وجها لوجه مع الساكنة، فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر وضبط للنفس والالتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهنا أقصد الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق على أي منطقة أخرى، وذلك عكس ما يدعيه البعض من لجوء إلى ما يسمونه بالمحاربة الأمنية، وكأن المغرب فوق بركان وأن كل بيت وكل مواطن له شرطي يراقبه. دعا العاهل المغربي إلى تطبيق الدستور وآليات المحاسبة على كافة المسؤولين دون استثناء وفي جميع مناطق المغرب. وأضاف أنه لا يوجد فرق في نظر القانون بين المسؤول والمواطن، مؤكدا أنه لا مجال للتهرب من المسؤولية. وهنا أشدد عن ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور التي تنص عن ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ، فكما يطبق القانون على جميع المغاربة يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء وتمييز وبكافة مناطق المملكة. إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من الإقامة. شعبي العزيز، إني ألح هنا عن ضرورة التفعيل الكامل والسليم للدستور، كما أؤكد أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية تهم كل الفاعلين، حكومة وبرلمان وأحزاب وكافة المؤسسات، كل في مجال اختصاصه. ينضم إلينا من الرباط مراسل الجزيرة عبد المنعم العمراني. عبد المنعم، حدثنا عن الأصداء الأولية لكلمة العاهل المغربي. نعم، هو خطاب قوي، وما يميزه فضلا عن محتواه هو كونه تم يوما واحدا قبل موعد عيد العرش. عيد العرش هو يوم الأحد، وبسبب الفارق الزمني نحن ما زلنا هنا في المغرب يوم السبت، وهذه سابقة في تاريخ خطابات العرش التي هي عادة تكون عبارة عن تقييم لسنة مرت من العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي يقدمها ملك البلاد ويتطرق لما هو قادم من الملفات. ولكن هذه المرة الأوضاع، خاصة تلك التي اعتملت منذ 9 أشهر في محافظة الحسيمة والاحتقان الذي ساد هناك، فرضت هذا الخطاب، وهو أيضا ما أشار إليه العاهل المغربي في كلمته أو في خطابه عندما قال أنكم لاحظتم وهو يخاطب الشعب المغربي أنه لم يتطرق مثلا للقضايا الدولية التي تهم المغرب، خاصة مسألة الصحراء والسياسة المغربية في إفريقيا. خطاب قوي ذكر العديد هنا بذلك الخطاب الذي ألقاه شهر أكتوبر الماضي عندما افتتح الدورة التشريعية للبرلمان المغربي الجديد، حيث انتقد انتقادا شديدا سلوك وتعامل الإدارة مع المواطنين، وقال بأن الإدارة يجب أن تكون في خدمة المواطن، وانتقد أيضا أساسها. هذه المرة زاد بالقول بأنه، وهذه عبارة فيها دلالات كثيرة، إذا كان ملك البلاد لم يعد مقتنعا بعمل بعض الأحزاب السياسية أو بعض السياسيين، فما بالك بالمواطن. وانتقد تلك المقاربة التي أوصلت إلى هذا الوضع، حيث وجدت قوات الأمن نفسها في مواجهة المواطنين الذين لم يعودوا يثقوا بعمل السياسيين، لأن السياسيين أو الأحزاب السياسية حسب الدستور المغربي مهمتها طبعا هي المشاركة في الانتخابات وتقديم مشاريع مجتمعية إلى آخره، ولكن أيضا مهمتها تأطير المواطنين. وهو انتقد هذا الأمر، قال بأن الأحزاب لم تعد تهتم بتأطير المواطنين الذي هو أيضا من ضمن مسؤوليتها، فقط تهتم بعقد اجتماعات ومؤتمرات وحملات انتخابية ليس إلا. إذن خطاب قوي، ويعتقد هنا بأنه ستكون له تبعات، لأنه في فقرة من فقراته قال بأنه ما يحدث لن يمر مرور الكرام، وبأنه يزن كلماته، وبأن ستكون للأمر بقية. شكرا لك عبد المنعم العمراني مراسلنا من الرباط.